بعد غاب كبير جدا على سلسلة التوتوريالز، واللي أنا فعلا لما راجعت الكومنتس في الشانل لقيت إن هي تقريبا أكتر سلسلة بتحبوها وبتستفيدوا منها أكتر حاجة. فحبيت كده أرجع بحاجة بسيطة كده خالص. النهاردة هيكون عندنا تطبيق على ديزاين، أو مش ديزاين، هو زي كده تركاية بسيطة إزاي نعمل صورة زي دي. طبعا صورة زي دي يبان لك إن هو الجسم متداخل بجزء وجزء تاني جوه، فاهم يعني شعره بره والباقي جوه والكلام ده كله. فدلوقتي هنشوف هنعملها ازاي. طيب أهم حاجة هنا عندنا إن أنا قبل ما أعمل التصميم أكون عارف أنتجه صح. يعني إيه؟ يعني عارف ترتيبه ده عامل ازاي. يعني أنا من نظرتي أنا ك... كواحد عادي هشوف ديزاين، شايف إن في خلفية، لو ركزت شوية هتلاقي إن في الخلفية في زي تموجات كده، أو زي فاهم حبة شغل كده بيدوا شكل كويس. فلما يكون مثلا لو جبت التخفية في الباك جراوند تخليها كده، الباك جراوند مش أحسن حاجة، هي بتدي زي إيه، زي روح كده حلوة للديزاين. دي التكتشر والباك جراوند، وفوق في الصورة، طبعا الصورة بالكلام ده كله. طيب هعمل الكلام ده إزاي؟ أول حاجة أنا محتاج آخد ألوان الديزاين. يعني إيه ألوان الديزاين؟ يعني أنت لو خدت بالك هنا أنا عندي مختار لونين من نفس الدرجة، يعني نفس اللون بس درجاته مختلفة عشان يعملوا إيه؟ يدوني جريدي. طيب هعمل من هنا نيو بروجكت. تمام، هعمل سوليد كلر، أو أعمل خلينا مثلا نعمل لير نيو لير، أمسح اللير دي خالص. اللير دي أعملها جريدين أوفرلاي. ثانية معلش نسيت، أعمل سوليد كلر. تمام، وأعملها جريدين أوفرلاي عشان أديها إفكت الحاجات دي كلها. هنا بقى اللعب كله بيكون في جريدد. يعني ايه؟ يعني انا مش حاطط لون وخلاص، انت بتاخد بالك ان في النص فاتح شويه وفي الطرف او في الحواف عامه غامقه. عامل ازاي؟ بتيجي هنا بتدوس على اللون ده وتختار الالوان بتاعتك. انا حطيت انا اللون الغامق وانا حطيت اللون الفاتح. تمام. في الستايل بدل ما اعملها لينير، بدل ما اعملها كده، انا هخليها تبقى راديال كده. خليه تاخد بالك ان في النص بقى فيه لون مختلف عن الباقي. دوس له اوكي. طبعا التكستشر دي انت ممكن تاخدها من اي حته تعجبك. يعني شوف انت ممكن تجيب حاجه تعجبك احسن من دي، انت عايز تحط تاني حاجه. ممكن هنا نعمل لوك للكرر فيد عشان ما تزودناش واحنا بنشتغل. ممكن دي كده كويس، مكانها كويس. طيب هعمل نيو لاير واخد الريكتانجل واعمل كده شكل، اي شكل في النص بس يكون بس بشكل في نص الديزاين. اختار لونه ابيض. تمام، لو دي عندك كانت بالشكل ده حاول تخليها كده، يعني حاول تشيل اللينك بتاعها خالص. ممكن نلعب في دي شويه كده، نزود دي كده ونزود دي كده كمان معاها. كده كده كويس. والموف تول هحركه بحيث يكون في النص بالظبط، سواء من التول او من العرض. تمام، اخد الصوره بتاعتي، اي صوره انت عايز تشتغل عليها ايا كانت هي الصوره عندي هنا اتحطت. طيب اهم نقطه انا هعملها هنا ان انا عندي عشان اعمل كليبنج ماسك او ان انا ادخل الصوره جوه الريكتانجل عندك طريقتين. يا اما هتدوس الت وتيجي تقرب كده ما بين الصوره وبين الريكتانجل، هتلاقي في زي كده شكل معين ظهر لك فتدوس عليها يعمل لك اللاير الكليبنج ماسك. يا اما وانت الصوره فوق اللاير تعمل كليك يمين هتلاقي كرييت كليبنج ماسك، دوس عليها عملت الصوره. حاول اغير مكانها بحيث لما اقصها تكون واقعيه سيكا. يعني ايه؟ يعني شوف انت عايز تحطها في انهي مكان. مثلا ممكن نصغر الريكتانجل ده كده بالشيفت ونصغره كده شويه بحيث ايه يكون لايق على الصوره بس. اخد الصوره دي كده اوكي كده كويس. طيب كده انا عملت اول جزء. تاني جزء فاضل بقى الشكل او باقي الجسم اللي هيكون باين من بره. بيتعمل ازاي؟ هقف على اللاير على الصوره بتاعتي وادوس كنترول جي. هو اوريدي عمل لي لاير جديده بس مش معمول لها ماسك او مش معمول لها كليمنج ماسك. فانا اروح دايس تحت على اليمين كده في الماسك دي واختار اللون الاسود والهارد، الفرشه الهارد يعني، وامسح الحواف اللي بره الديزاين. بص انت بتمسح، شايف عامل ازاي؟ اوريدي بيمسح في اللي فوق اللي هي في الشكل اللي بره.
وطالما موجودة الشكل ده جوه، بص بيتحطوا فوق بعضيهم مع بعض، مش بيبان ان انت في حاجة ممسوحة، مش بتبان معاك. امسح كده عادي، هتاخد بالك ان هنا هيبدأ يظهر ان في زي الوان باهتة كده. ممكن تغير الفرشة، تختار السوفت، تمسح برضه بيها عادي. بص ممكن تصغر شوية، تصغر بالجيم، عندك جيم والدال بتصغر وتكبر. بس كده كويس. تمام، ونصغر بقى بالهارد عادي. طبعا تقعد بقى ايه تحنتف فيها وتظبط فيها لحد ما توصل للستايل انت ايه عاجبك. طيب هعمل دول كلهم كده في جروب، اعمل كنترول جي عشان اعملهم في جروب، دول برضه في جروب تاني، بس عشان كده افرق بين دي ودي. دي كده بالنسبة لي في النص بالظبط. تمام. اخر تركية لو تاخد بالك وانا كان محطوطة هنا كده، ان كان الشيب ذات نفسه او شكله من بره منور. بمنتهى البساطة همسك الريكتانجل واعمل له اوتر جلو. من اوتر جلو هزود الاوباسيتي شوية، البلند مود نعمله نورمال، والسايز معمول على 80. دوس له اوكي، وكده بقى عندي الديزاين جاهز خلاص. انا كده خلصت. اقدر ادوس F7 عشان اعمل سيف للديزاين بتاعي. طبعا هنا مينفعش تسيفه PNG، او مش مينفعش يعني، اللي هو PNG دي للصور اللي بدون خلفية. هنا انت عندك خلفية، فسيبه بالخلفية عادي. دوس شيبك جي، شوف اختار المكان اللي هسيبه فيه، مثلا ممكن مثلا ايه اسميه تيست. بس كده بقيت عندك الصورة جاهزة وخلصنا الفيديو. عرفت أي حاجة وفي جزء أي معينة مفهمتهاش، تقدر تبعت لي في صفحة الفيسبوك، اكتب لي في الكومنت تحت، هرد عليك في أسرع وقت. أشوفك الفيديو الجاي.